ايه يا بنتي، ما حجزتيش الرحلة ليه؟ ده احنا ما صدقنا الاجازة جت عشان نشم نفسنا. لا روحوا انتوا، انا مش هقدر اروح عشان لما بركب الباص او اي مواصلات طويلة بدوخ. الدوار او دوار السيارة، كتير مننا اول ما يركب العربية وتتحرك شوية بيحس بدوخة، بيبقى عايز يتقيأ، وبالفعل في ناس بتتقيأ. طيب ليه؟ هل ده وجع في المعدة ولا الدماغ ولا انا ببقى فترة ومالية بطني ولا ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف ايه اسبابه. الدوار ده بيحصل نتيجة حيرة جهازك العصبي. ايه العبط ده؟ حيرة ايه؟ هقولك يا سيدي. يعني الجسم والأذن الداخلية حاسين بحركة، لكن عينك شايفة انك في مكان ثابت، سواء بقى انت مركز في التليفون او بتقرا حاجة او حتى قاعد ما بتعملش حاجة، بس المكان مقفول عليك كده في العربية. في ساعتها المخ بيستقبل إشارات متضاربة، في ساعتها بيخليك عندك فقدان توازن وغثيان. طيب هل بتبقى فيه أعراض تانية؟ الحقيقة أيوة. يعني في ناس بيحصل لهم شحوب في وشهم، تعرق، صعوبة في التنفس، صداع، وفي ناس بتلاقي اللعاب في بقهم بدأ يزيد لما يكونوا خلاص هيبدأوا يتقيأوا، ده طبعا بجانب الغثيان. طيب أنا بيحصل لي كده والأعراض بتنتهي أول ما أنزل من العربية، وصاحبتي بيحصل لها كده بس الأعراض بتفضل معاها مستمرة أيام وأسابيع. إزاي بقى نتغلب عليه؟ الحقيقة في أدوية وفي حاجات طبيعية ممكن نعمل. أول حاجة، لو هو بينتهي أول ما تنزل من العربية يبقى ممكن نستعين بحاجة من الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي دي. تيجي نشوفها؟ يلا. رقم واحد، بلاش تقعد في العربية من ورا، يستحسن تقعد قدام أو جنب السواق وتبص مباشرة على الطريق. عرفت بقى ليه صاحبك الواعي بيقولك عاوز أقعد جنب الشباك؟ لأن ده هيخلي عندك اتزان ما بين الإحساس الداخلي والإحساس المرئي أو الشعور الداخلي بالحركة، وما بين اللي انت شايفه قدامك إن العربية بتتحرك. رقم اتنين، خلي دايما في شنطتك لبان أو نوع من المقرمشات. المطغ الخفيف ده هيساعدك جدا تتغلب على الدوار. تلاتة، هنرجع لصاحبك برضو الواعي اللي هو بيحب يقعد جنب الشباك. هنحاول نخلي دايما المكان اللي بتقعد فيه جيد التهوية، يعني افتح الشباك، شم هوا نقي، ده هيساعدك انك تتغلب على الدوار وكمان على الشعور بالقيء. رابع حاجة، هي انك ترجع براسك على الكرسي كده لورا وتغمض عينيك وتسترخي وتنسى العالم كله حواليك، ده برضه هيخليك تتغلب على الدوار. خامس حاجة معانا وهي الأخيرة، هي ان انت تستخدم الزنجبيل. مش هتغليه طبعا، لا، انت ممكن تاخده على هيئة أقراص، ممكن كمان تاخد قطعة تمضغ فيها كده وانت قاعد في العربية. طيب ده لو انت الموضوع يعني ايه بينتهي معاك اول ما تنزل من العربية. طيب لو انا الموضوع بيطول معايا، مش مجرد بس ما بنزل من العربية، لا ده ممكن يقعد معايا ايام واسابيع. هقولك هنا بقى ممكن نتدخل بالادوية تحت اشراف طبيب. وهنا هقولك بعض الادوية زي مثلا اسكوبولامين، وده اكتر دواء شائع ما بين مرضى دوار الحركة، وده بيتحط ورا الودن، ومفعوله بيستمر من 6 ل 8 ساعات تقريبا. تاني دواء معانا وهو البروميثازين، وده بتاخده قبل ما تركب العربية بساعتين، وبرضه بيستمر مفعوله من 6 ل 8 ساعات. وأعراضه الجانبية إن هو بيسبب النعاس وجفاف في الفم. تالت دواء موجود وهو استكليزين، وده بيتم تناوله قبل الحركة بنص ساعة تقريبا، وما بننصحش بيه الأطفال أقل من 6 سنوات. طيب هو مفيش طرق للوقاية علشان ميحصليش دوار؟ أكيد طبعا فيه، تعال أقولك عليها. ممكن تقعد دايما في مكان تكون شايف فيه الطريق وتشوف الحركة اللي جسمك حاسس بيها. ممكن تقعد برضو على الكرسي اللي قدام وتبص على الطريق من بعيد، وده هيعمل مقاومة للدوار. بلاش تقعد ورا زي ما قلت. كمان بلاش تقرا او تبص في الموبايل لو انت عارف نفسك من الاشخاص اللي بيحصل لها دوار. ممكن برضو تتجنب الروائح القوية والاكلات الحارة والدهنية قبل السفر واثناء السفر. طيب انا كده يعتبر خلصت. ما تنساش تكتب لي في كومنت انك بيحصل لك انهي نوع من الدوار لو بيحصل لك يعني، ولو بيحصل لك هو من النوع اللي بيطول ولا بيروح اول ما تنزل من العربية، بتتعامل معاه ازاي؟ بتاخد علاج؟ بتعمل انهي طريقة من دول؟ ولا انت اصلا من الناس اللي بتقعد جنب الشباك؟ وعلشان نختم في اسئلة معينة بنسألها، زي مين اكتر ناس عرضة بيجيلهم دوار؟ دول بيكونوا الحوامل والاطفال من عمر 2 ل 12 سنة، والاشخاص اللي هم عندهم دايما صداع نصفي، دول بتكون اكتر فئات معرضة للدوار. تاني سؤال، لو انا بيجيلي دوار هل لازم ان انا اروح اكشف؟ زي ما قلنا قبل كده في اول الفيديو، لو انت من الناس اللي الاعراض بتجيلها وبتستمر ايام بعد النزول من العربية، غالبا لازم تروح طبيب، علشان ده هيحتاج ادوية، والادوية طبعا لازم تكون تحت اشراف الطبيب المختص عشان يوصف لك النوع اللي يناسبك. وبكده اكون خلصت. لو في مواضيع حابين اني اتكلم عنها ممكن تكتبوها في كومنت، وان شاء الله نتكلم عنها. السلام عليكم.